لا تاريخ هسه. ترى احنا ب 2021، انت بعدش ب 2003. احنا هسه بالحاضر، انت بالماضي. النظام السابق راح بح انتهى خلاص بعد ما يرجع. طبعا بعد عدد من التغريدات كلش كبيرة على موقع تويتر او مثل ما تسمى بحملة على احمد البشير، والناس الطالبة او تكتب انه او كانت متأكدة انه احنا خلينا نشوف احمد البشير راح يرد على رغد، خلينا نشوف احمد البشير شنو راح يكتب، شنو راح يحشش، شنو راح يقول، شنو راح يقصف. واذا ما قصف وحشش هو مثل ما قلنا لكم هو جوكري عميل بعثي الى اخره. هذا حسب ما ذكر التغريدات، حسب ما ذكر بالمراجع. لكن يوم امس فاجأ الجميع احمد البشير هو يرد على رغد صدام حسين، خاصة على بعض اللقطات اللي ذكرتهن وحكت بهن. ما نقدر نطلع اللقاء كامل، بس نطلع لكم بعض المقتطفات اللي احمد بعد شبهت انه هو بعثي عن نفسه بهذه التحشيشات. اولى انا هسه دا اسوي شيء مسوي قبل 2003، كان هسه باهت ومعصور بالمنقنه وعيوني تنود بهاته. مو بس اني، حتى اللي يشوف البرنامج هم يتمنقن. طبعا اللي ما فهم شنو تفصيلة المنقلة ويتمنقل وينعصر راسه، هذا ذكرها احمد البشير هو لقاء سابق لابن الرئيس الراحل الأكبر عدي صدام حسين، لما كان يتحدث عن خطاب اعتقد رئيس روسيا بوتين، وقال انه كلامه باهت وحديثه مدري شنو، وهذا يراد تعصره وتعصر راسه ومع ذلك يبقى باهت. فهو حديث موجود اوريدي باليوتيوب او لقاء لعدي، حب احمد يحشش عليه للي ما انتبه له يعني. طبعا واهم رسالة كانت والخلاصة كلها من رد احمد البشير واللي الناس لازم تفهمها، والرد النهائي مثل ما يقول لك بهذه الكلمات اللي خلينا نسمعها. حكايه واحده بدي اقولها للشباب اللي يشوفوني هسه، اللي صار لهم اسبوع يتعاركون بالفيسبوك منو احسن قبل لو هسه، منو احسن قبل لو هسه. شوف صديقي، انت ما مجبر انه تختار واحد من الاثنين. لا تحصر نفسك بين قبل وهسه، ترى لا قبل زين ولا هسه زين. بالنهايه انت تستحق ان تعيش بوضع احسن من قبل، واكيد احسن من هسه.